جائزة نجيب محفوظ لأفضل فيلم عربي. فيلم نجيب محفوظ Award for the best Arabic film. إلى الفيلم الذي جاء عامراً بقيمته الفنية العالية وأصالته في مناقشة موضوعات آنية تدعو إلى الحوار والتعايش وقبول الآخر. Goes to a film with high artistic value, inviting for dialogue and acceptance for the others. Goes to the movie فيلم المغضوب عليهم. إخراج محسن بصري. Sí. نعيمة كفاية حناء بقى. مش كده. أنا الطريقة اللي عملنا بها الفيلم يعني كانت هتلزمني أني أنا هحاول أتكلم مصري. لكن يعني لازمني أشكر أصلا أنا مدين يعني لناس كتير بالفيلم ده، لكن الظروف هتخليني أقول حاجة تانية. أنا سألوني بتحبي مصر؟ قلت طب في حد ما بيحبش مصر؟ أنا بحب مصر والمصريين، أحب مصر بمساجدها بكنائسها وبميدانها. فأنا لازم أهدي الجائزة دي لثلاثة بحبهم يعني موت. الأول كان في الطريق إنه يغير تاريخ مصر وتاريخ الأمة العربية، بس مات ولا اتقتل. والله عايزة يعني تيست أديان برضه. أنا بتكلم على جمال عبد الناصر الله يرحمه. الثاني الشخصية الثانية كان على وشك يغير تاريخ مصر وتاريخ الأمة العربية، بس اتسجن. أنا بتكلم على رئيس الأركان سعد الشاذلي الله يرحمه. يبقى الثالث، والثالث ده مش ممكن هنسجنه ومش ممكن هنقتله. أنا بتكلم على شعب مصر العظيم، الشعب الذي بدأ. أنا عمري ما أقول عمل ثورة، أنا بقول الشعب اللي بدأ الثورة بدأت بس ما انتهتش. فالشعب ده يعني اللي عملوا شيء هيبقى للتاريخ يعني مثل الأهرام. وفي ناس يعني كثيرة فاكرة إنه ممكن يعني هيتعب. طب أنا عايز أقول للناس اللي بتراهن على كده، لما بتنام 10 ساعات ولا 12 ساعة يعني كإنسان تستيقظ بتكون كلك حيوية. الشعوب العربية بقى لها قرنين ناعسة يعني نايمة، فforget about it. فآخر حاجة أنا ترتار عذرا، بس دي يعني فرصة. آخر حاجة أنا عايز أقولها للشعب المصري، لو مصر نجحت الأمة هتنجح، لو سقطتوا هنسقط.
من فضلكم لو كنا عايزين نكونوا ديمقراطيين، لو كانش يعني في ديمقراطية كان لازم الشعب العربي كله يصوت على الرئيس وعلى الدستور، مش بس مصر، عشان احنا سوا في الهوا سوا. فلما بتروحوا تصوت يعني اي مصري ما تنسوش الحاجة دي، يعني دي مسؤولية عندكم وانتوا قدها وقدود واحنا معاكم. تحية مصر وتحية الأمة العربية، وشكرا لمهرجان.